وعن الخدمات اللي بتقدمها الشركه؟ حلو، نحن شركه رويال سمارت لوموزين، نحن اول شركه لوموزين في الخليج. عندنا 5 اشياء نوفرها في هذا المعرض. لكجري ترانسبورتيشن حق الكوربريت، حق البي تو بي. لكجري ترانسبورتيشن حق البي تو سي. عندنا ابلكيشن سوبر اب في السياحه والاكتيفيتيز، فيها كل اللي تبينه في ابلكيشن واحد. يعني كأنك تقولين بوكينج دوت كوم واوبر في ابلكيشن واحد. وعندنا ثالث شيء، عندنا الفرنشايز، نعرض الفرنشايز وورلد وايد. حاليا احنا فتحنا في ابو ظبي وراس الخيمه ودبي، زين، وحين فاتحين في لندن، وان شاء الله نتوسع اكثر. وعندنا الكولابوريشن. كولابوريشن انه اذا انت عندك، يعني مثلا انا موقع عقد مع دبي مول، في محلات هناك، اي محل يقدر يتعاون معنا في الامارات، زين، ان اي واحد يشتري من عندهم اي شيء. لو مثلا واحد عنده محل شنط، اي واحد يشتري من عندهم نعطيه كوبون 20% من المحل عنده ويقدر يستعمله. عندنا احنا موجودين في مول، كل المولات اللي في دبي، فيطلع من المول يعطي السوبرفايزر اللي عندنا الكوبون ويدخل. والشيء الاخير اللي هو الانفستمنت، نحن عندنا نظام استثماري اعلى ROI تقريبا تقولين في العالم، 242% ROI كل سنه. ما شاء الله. زين، على استثمار بسيط تقريبا 50 او 60 الف درهم. اسال حضرتك عن تجربتك في المشاركه في ATM، ودي هل دي اول سنه ولا حضرتك؟ لا مشارك قبل، كل سنه الحمد لله شارك. هاي وتجربه ناجحه عشان كده بتشارك اكيد. نحن اول شيء، نحن يمكن شركه اللوموزين الوحيده اللي موجوده في الستاند هنا، اغلبيتهم رنت كار موجودين. عندنا شركه رنت كار بس مش الفوكس فيها اكثر، هذه افضل عندي. احكي لنا عن خطتك بقى في التوسع خلال ال5 سنوات القادمه كده ان شاء الله. نحن شوفي، نحن لو بتشوفين فوق هناك مكتوب راشد الجابري جروب اوف كومبانيز. نحن شركه، مجموعه شركات، 37 شركه. اكثر شيء انا اللي اهدافي 2، انه يكون عندي اكبر شركه لوموزين في العالم، والشيء الثاني التطوير العقاري، ترانسبورتيشن والريل استيت. يعني حضرتك كمان عندك شركه بتشتغل في التطوير. فنحن نبني ونبيع شقق. نعم. طيب احكي لنا بقى عن الميزه التنافسيه اللي بتقدمها، الخدمات اللي بتقدمها شركات السيارات وشركات التطوير العقاري، مختلفه عن الشركات الاخرى ليها في السوق. شيء واحد، انا ادمج اللكجري والتكنولوجي يا بعض. انا عندي في الشركه، عندي شو اللي يميزني عن الشركات الثانيه؟ سيارات اللكجري موجودات في الوكاله، بس كيف اقدر اوفر حق الكلاينت او حق مثلا الشركات الكبيره انه ياخذ لكجري كار and he can monitor it and make sure that everything is in line for his client. زين، واللكجري اللي هي السيارات الفخمه، واحاول اني بس اني اجيب الهاي اند كارز. طيب خليني اسالك، هل في مجموعه من التحديات حضرتك بتقابلها في السوق العالمي؟ حاليا الاعلامي الحمد لله يعني واصلين نحن، زين، في الاعلام. رقم 2 التوجه يعني اللي حاليا حاصل الصعوبه فيه اللي هو AI، كيف ادخل AI من غير ما اضر ارزاق الموظفين اللي عندي. انا اكثر من 2500 موظف يداوم عندي. بتفتكر ان معنى كده ان حضرتك بتعتقد ان برضه الذكاء الاصطناعي زي ما هو ليه مزايا ايجابيه، ليه برضه مزايا سلبيه؟ لا بس يعني لو انا دخلت AI، انا مو بس افكر انا اروح ادخل AI وانقص عدد الموظفين، طبعا بس انا ابغى اخليهم مثل ما هم، وادخل يعني بدل ما ازيد عدد الموظفين 4000 اقدر اخليهم الفريق اللي بدوا وياي مثل ما هم، وادخل AI واني اكبر اكثر. شرفت بحضرتك جدا. توفيق اخر شيء من رب العالمين. ان شاء الله نتوقع بالتوسع ان شاء الله خلال الاعوام القادمه. شكرا لحضرتك.